السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أزهار سمر، رحب بكم إن شاء الله بكل بخير. اشتاقيت لكم هواية بس نسوى بعد. دائما الإنسان تمر بظروف وإن شاء الله خير. المهم اليوم راح أزين هذه الكيكة. هنا عندي هاي الحشوات، جوز عين الجمل، حشوة التوفي أو الشكليت والمروار أو أي حشوة ثانية أنتم ترغبون بيها براحتكم. خليت الطبقة الأولى كريمة، وزعتها بشكل متساوي على هذا الجزء من الكيكة، يعني الطبقة الأولى رشيت عليها شوية من عين الجمل، وحطيت لها شوية من حشوة التوفي. بعدين راح أخلي عليها هذه الطبقة، وذاكو جزء مثل ما تشوفون ما متساوي أحاول أخلي له شوي من الكريمة وألزق الجزء حتى تجي بشكل متساوي. سقيتها بالحليب والسكر والماء، يعني حليب جاهز، وخليت عليها أيضا كريمة، طبقة من الكريمة راح أساويها بهذا الشكل، أوزعها بشكل متساوي حتى ما تصير عندي جهة عالية وجهة هابطة. هاي اللي لزقتها بهذه الطريقة. الجزء اللي على الجانب كان متفتت، حتى لو كانت الكيكة بيها يعني جوانبها متفتتة ممكن احنا ناخذ شوية من الكريمة ونحاول نلزقها ويا الأجزاء الباقية. وحطيتها نفس الشي هسه حشوة الكاكاو بدلتها أو النوتيلا بهذا الشكل. وهنا حطيت الطبقة الثالثة راح أسقيها أيضا شوية، أحاول أساويها أعدلها من الجوانب. بعدين من نوزع عليها الكريمة هي تطلع بشكل حلو، حتى لو كانت الطبقة الأولى متخربطة أو ما مطية ذاك إيحاء الكيك، من يعني نطيها بالطبقة الثانية راح تنطي شكل كلش حلو. وكل من وابداعات الإنسان بالزغرفة أو بتزيين الكيك. هسه سقيت الكيكة الطبقة الثالثة وخليت لها كريمة نفس الشي، وأيضا حطيت عليها حشوة التوفي أو الشوكليت. بعدين آخر طبقة خليت لها سقيتها وخليت لها كريمة ومروار وجوز عين الجمل. هذه آخر طبقة راح أساويها، راح أبدي أزينها. حتى لو يعني صاحبة الكيك أو صاحبة المشروع ما تتقن تزيين الكيك بالبداية، بالممارسة راح طبعا شوية شوية تتقنها. هذه هنا طليتها الطلع الأول وخليتها بالمجمد مدة نص ساعة. طبعا حتى لو تكون ما يعني ما مطلية بشكل مرتب. بعدين الطبقة اللي راح نزين بيها هنا استخدمت فورمة النجمة، بس الجزء الناعم جدا دائما استخدمه على الجوانب. إذا تطلع زوائد نحاول نشيلها أثناء التزيين حتى يطلع شكله. هاي استخدمت هنا أنا على الجوانب شكل الوردة. هنا كملت تزيينها بهذا الشكل، وبعد لسه راح أضيف لها إضافات ثانية.
هنا اشتغلت فيها أسفل القاعدة، ممكن بالتزيين تستخدمون أي فورمة ثانية. أنا دائما أضيف طبقتين وطبقة ثانية، دائما يعني أستخدم كمية هواية من الكريمة. صراحة بدي أزينها من الأعلى، أسد الفراغات، أضغط على الكريمة وأسحبها. بعدين راح أستخدم هذه الفورمة حتى أسوي وردة، وطبعا هذا دائما أستخدمه حتى أخلي بداخله الكيس مال التزيين. وهنا أنا خلطت ويا الكريمة البيضة لون أحمر على جهة، هنا عندي راح استخدم هذه الكريستالات او الخرز الملونة. هذه الطبقة حتى لو ما كانت متعدلة او متساوية راح بعدين بالتزيين يعني يصير لها طلاء، نطليها بخرز او مبروش او اي شي بحيث يلغي هذه التشوهات اذا كانت اكو. وهاي طريقتي من يعني نسوي الوردة بهذه الطريقة بهذه الفورمة. أخلي شوي من الكريمة وأضغط بهذه الطريقة، أفرها هيك بطريقة دائرية حتى ترسم عندي الوردة. خليت هنا 2 من الكريستالات وراح أوزع بقية الخرز على الجوانب. طبعا استعملت هنا خرز ملونة لأن الكيكة كلها بيضة، فالخرز الملون هم كلش حلو ينطيها منظر. هذا شكلها من وسعت الخرز وسويت الورد. وسع عندي هنا نمنم ذهبي أو أصفر، راح أوزعها بهذا الشكل. الإنسان حتى لو يغلط بتزيين الكيك ممكن يبدي بأقل التفاصيل، وبعدين مرور الأيام راح ياخذ إيده على التزيين. طبعا هذا شكله النهائي، وإن شاء الله الله يكتب الرزق للجميع. سويت هنا عفوا سويت هنا كيكة ثانية
شلون طلعت اللون البنفسجي؟ طبعا استخدمت هنا اول شي هاي الفورمة الورق، من نرسم الورق هي اللي استخدمتها. هيجي ظليت اسوي هذا الاطار بالاسفل، يعني اضغط وهم اسحب. اللون البنفسجي حطيت لون ازرق ويا وردي، فطلع عندي هذا اللون البنفسجي. تردونه خفيف تزيدوه، او يعني لون افتح ولا اكثر بنفسجي براحتكم، على حسب الاضافات اللي تضيفونها. لون وردي وبنفسجي يخلط سوا ويطلع لنا لون البنفسجي. بعدين جبت هنا صوص الكاكاو، وزعته على الجوانب، حشيتها بنفس طريقة حشو الكيكة الأولى. طبعا الجو، اشتغلت هذه الكيكة تقريبا بجو شوية كان يعني حر، فالكريمة قوة ماسكة. المفروض يعني الإنسان يشتغلها بجو بارد أفضل يعني، بس بعد أنا أحب أشتغل على السرعة. وزعت هذه الخرز الملونة، وراح أضيف لها وردة بنفسجية آخر شي. نتمنى طريقة تزييننا لهذا اليوم تعجبكم وتستفادون منها. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. آخر شي ضفت هذه الوردة